اهلا بكم في قناه فاست فريم. لو انت مهتم بتصميم الجرافيك الرياضي وعايز تعمل تصميمات احترافيه زي الانديه الكبيره، الفيديو ده ليك. النهارده هنتعلم مع بعض تصميم تشكيل المباراه باسلوب احترافي خطوه بخطوه، وهتتعلم ازاي تختار الالوان وازاي تضيف صوره اللاعبين وازاي تضيف التاثيرات اللي هتخلي التصميم بتاعك يشد الانتباه. يلا بينا نبدا. اول حاجه بنروح على الفوتوشوب وبندوس على كنترول ان من الكيبورد عشان نفتح المقاس اللي احنا هنشتغل عليه. احنا عامة بنشتغل على مقاس 1080 في 1350 ريزوليوشن 72، والكلر مود بتاعنا ار جي بي. بعد ما فتحنا المقاس اللي احنا هنشتغل عليه، اول حاجه بحب اعملها ان انا احط جايدات لنفسي عشان وكل التصميم يكون في السيف اريا اللي انا هعمل. فبروح من فيو لجايدز، نيو جايد لي اوت، فبخلي الاعمده والصفوف واحد وواحد، والمارجن هنا بنحط علامه صح جنب المارجن وانا بخليها 70 بكسل وهندوس اوكي. وعشان نعمل لوك للجايدز وما تتحركش معانا واحنا شغالين في التصميم، بنروح برضو من قائمه فيو جايدز لوك جايدز كده عشان الجايدز بتاعتنا ما تتحركش. انا النهارده اخترت ان احنا نعمل تشكيل مباراه لريال مدريد، واخترت ان اللاعب اللي يكون معايا في التصميم النهارده هو كيليان امبابي. فانا قصيت صوره كيليان امبابي عشان وقت الفيديو. اول حاجه ببتدي بيها ان انا بشد صوره اللاعب واضيفها في التصميم عندي، ومن كنترول تي من الكيبورد، وبنصغر حجم اللاعب عشان يكون مناسب بالنسبه للمكان اللي احنا هنضيفه فيه. من الحاجات المهمه اللي انت بتراعيها وانت بتختار صوره اللاعب ان انت لازم تختار صور هاي كواليتي. كل الاستوكات او كل الصور اللي انت هتستخدمها في التصميم بتاعك تكون صور هاي كواليتي. ده شيء مهم وانت شغال اي تصميم، مش التصميم ده بس. فبعد ما ضفنا صوره كيليان امبابي في المكان اللي احنا شايفينه ان هو مناسب، انا ضفته في الجزء اليمين من التصميم عشان هنضيف اسماء ال 11 لاعب اللي هيبتدوا المباراه في الناحيه الشمال من التصميم، لان احنا هنكتب باللغه الانجليزيه. فانا ضفت الصوره في الجانب اليمين، وطالما هنكتب باللغه الانجليزيه فاحنا هنخلي الكلام كله في المحاذاه من الناحيه الشمال. ولازم تلاحظ برضو من قواعد التصميم المهمه وانت شغال في اي تصميم حته السيمتريه في التصميم بتاعك، ان التصميم بتاعك يكون موزون. النص اليمين في التصميم قد النص الشمال او في حاجه توازيه في الناحيه الشمال، او كذلك في الجزء اللي فوق او في النص اللي فوق والنص اللي تحت. ولازم برضو تراعي حاجه تانية وهي المحاذاه في التصميم. كل ده هنعرفه واحنا بنضيف اسماء اللاعبين والبيانات المهمه الموجوده في تصميم تشكيله المباراه. طب قبل ما نبدا نضيف البيانات، لازم نعرف الاول ايه البيانات المهمه اللي احنا بنضيفها اصلا في التصميم ده او المفروض تكون موجوده معانا في التصميم ده. البيانات المهمه طبعا هي اسماء ال 11 لاعب اللي هيبتدوا المباراه، الفريق والفريق المنافس بتاعه، دكه البدلاء بتاعت الفريق بتكون مضافه في التصميم ده. تصميم تشكيل المباراه بيكون تصميم مهم، بيتنشر او بتنشر الانديه الكبيره على مواقع التواصل الاجتماعي في يوم المباراه عشان تعلن عن تشكيله المباراه من ال 11 لاعب اللي هيبتدوا المباراه ودكه البدلاء. فالتصميم ده بيكون مهم جدا بالنسبه لجمهور اي نادي، وبيستنى ان التصميم ده يتنشر او الديزاين ده يتنشر عشان تعرف مين هو تشكيل المباراه. فاحنا بنستخدم فونتات تكون مجريه وواضحه عشان الجمهور يقدر يقرا اسماء اللاعبين الموجودين. التصميم بتاعك ما يبقاش فيه زحمه ودوشه كتير، اهم حاجه تكون مركز على البيانات الاساسيه للتصميم بتاعك اللي هي اسماء اللاعبين. صوره اللاعب اللي احنا بنضيفها زي ما قلنا الفيديو اللي فات، ان احنا بنختار صوره اللاعب ده بناء على لاعب مهم للفريق، لاعب متالق الفتره دي، في حاجه متعلقه بالجوانب التسويقيه، بناء عليه بنختار صوره اللاعب اللي احنا بنضيفه في التصميم. والشيء المهم الثاني ان احنا نفضل محافظين على الهويه البصريه للنادي ده من حيث الالوان والخطوط والشعار بتاع النادي. دي يعتبر اهم النقاط المفروض ان انت تاخد بالك منها وانت شغال تصميم يوم المباراه او تشكيله المباراه. فاحنا شرحنا كل الكلام ده في التفصيل الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوف الفيديو اللي فات ويعرف ايه العناصر المهمه اللي احنا بنحافظ عليها بالنسبه لهويه النادي اللي احنا بنشتغل له التصميم ده. فانا بعد ما ضفت صوره كيليان امبابي هحاول ان انا اضيف حاجه للباك جراوند بتاعتي عشان ما تبقاش الباك جراوند سوليد، الباك جراوند ممله بالنسبه اللي هيشوف التصميم. فانا هعمل سوليد كلر باللون الابيض بس مش 100% ابيض. الباك جراوند ممكن تضيف باترن في الباك جراوند يكون مناسب بالنسبه للنشاط اللي انت شغال له او بالنسبه للنادي اللي انت شغال عليه. بالنسبه للمصممين بتوع الانديه بيبقى فيه باترن هم شغالين عليه فبيضيفوه في الباك جراوند بتاعتهم. باك جراوند ممكن نضيف فيها خلفيه للاستاد بتاع النادي، ممكن نضيف شويه تكتشر او اضاءات في الخلفيه عشان تخلي الخلفيه بتاعتنا تشد الانتباه. الخلفيه واضحه ان هي فيها احترافيه، الخلفيه تشد العين. ممكن تضيف باترن انت منزله من مواقع مثلا زي بنترست وتستخدمه في التصميم بتاعك طالما انت
بتعمل تصميم انت بتطبق على درس او انت بتشتغل لنفسك او انت بتشتغل عشان تسوق لنفسك، فممكن ان انت تحمل باترن عادي من بنترست، بس اهم حاجه ان هو يكون الباترن ليه علاقه بالموضوع. ما تنزلش باترن يكون ليه علاقه مثلا بالمطاعم او بالاكل وتستخدمه في تصميم رياضي. فانا حملت الباترن ده من بنترست عشان استخدمه في الشرح النهارده، وعشان نضيفه في الباك جراوند بتاعتنا اللي بنستخدمها في التصميم بتاعنا. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنكبر الباترن. لو لاحظنا ان الباترن باللون الازرق في لون فاتح في الباترن اللي احنا جايبينه، انا مش حابب ان انا اضيف او ان انا اطلع بره البراند بتاع ريال مدريد، فانا كل اللي هركز عليه ان انا استخدم درجات الابيض ودرجات الجري ودرجات الاسود. ممكن لون ثانوي هناخده من اللوجو بتاع ريال مدريد، فانا مش عايز اضيف الوان زياده. التصميم فيه لونين حلو، لون اساسي ولون ثانوي، كده التصميم هيبقى حلو. في الحاله دي انا هعمل ايه؟ انا هعمل كيبورد، هدوس على كنترول يو عشان افتح يو ان ساتوريشن، وهشد الالوان من الباترن ده نهائي وهدوس اوكي. بعد كده كنترول ال عشان افتح الليفلز، وهقفل اللون الاسود او هغمق اللون الاسود للنهايه، وهفتح الالوان درجات الفتحه في الباترن عشان تروح معايا ناحيه الابيض، وادوس اوكي. في الحاله دي انا لو غيرت البلندنج مود للباترن مثلا مالتي بلاي، فانا هشيل اللون الاسود لان هو الموجود معايا في الباك جراوند، انما الباترن باللون الابيض مش هيظهر معايا في الباك جراوند لان الباك جراوند بتاعتي باللون الابيض برضه. ففي الحاله دي انا هدوس على كنترول اي عشان اعكس الالوان، اعكس اللون الاسود واللون الابيض، فالخلفيه هتبقى باللون الابيض، والباترن والخطوط اللي جوه بتاعت الباترن دي هي اللي هتبقى باللون الاسود. فانا هروح من البلندنج مود وهخليها مالتي بلاي عشان يشيل الابيض اللي هو لون الباك جراوند ويخلي لي الخطوط اللي هي باللون الاسود. فانا هشد الباترن عشان اظبط المكان بتاعه بس في التصميم. بعد كده هاخد نسخه ان انا اضغط على الت واشد بالماوس عشان اخد نسخه من الباترن اللي في الباك جراوند، وهحدد اللايرين وادوس على كنترول اي عشان اخليهم في لاير واحد. بعد كده اغيرها كونفيرت تو سمارت اوبجكت. بعد كده هقلل الاوباسيتي بتاعت الباترن ده لان انا مش حابب ان هو يظهر بقوه في الباك جراوند، انما يكون ليه تاثير ملحوظ لكن مش تاثير قوي يشتت العين في الباك جراوند. وبتسحب الباترن بتاعك تشوف المكان اللي انت شايفه مناسب وتضيفه فيه. بعد كده بنروح لصوره اللاعب عشان نزود التفاصيل بتاعتها، عشان نظهر تفاصيل صوره اللاعب. فمن قائمه فلتر بنروح لكاميرا رو فلتر، بتفتح معانا كاميرا رو فلتر بالشكل ده. فبنزود الكونتراست شويه عشان تدي لك شويه تفاصيل في صوره اللاعب، وممكن نقلل الهايلايتس شويه برضو عشان تظهر لك تفاصيل اكتر. الشادوات ممكن تفتح الشادوات عشان تظهر التفاصيل اكتر اللي موجوده في الشادوات. الوايتس ممكن تزود الوايتس حاجه بسيطه. البلاك وبنزود الوايت وبنقلل البلاك للسالب عشان برضو نزود الكونتراست بين الابيض والاسود اللي موجود في الصوره. ممكن من الفايبرانس ان انت تزود فايبرانس برضو حاجه بسيطه عشان يشبع لك الالوان اللي موجوده في بشره اللاعب او في السكين تون بتاع اللاعب. وممكن ازود شويه تكتشر وكلاتي حاجه بسيطه وهندوس اوكي. كده احنا يعتبر ضفنا شويه تفاصيل لصوره اللاعب بس مش اكتر. الجزء الاهم في التصميم هو اسماء ال 11 لاعب اللي هيبتدوا المباراه واسماء اللاعبين الموجودين على دكه البدلاء. دول لازم تستخدم فونت يكون واضح وبولد عشان يبقى واضح ومقروء بالنسبه للناس اللي هتشوف التصميم بتاعك في اي مكان على مواقع التواصل الاجتماعي. فاختار اداه تايب تول وهكتب الاول ستارتنج لين اب. هخلي الفونت بولد واكبر ده شويه وهنضيفه في الجزء ده من التصميم. وهاخد نسخه منه الت وهسحب لتحت وهكبر دي شويه. انا هستخدم طبعا اللون الاسود في الكتابه او في اسماء اللاعبين اللي انا هضيفها للتصميم بتاعي، لان الاسود فيه كونتراست كبير جدا بينه وبين الابيض، فهيبقى كل شيء واضح بالنسبه لي. بعد كده ادي لك تركايه حلوه ان انت تكتب اسماء ال 11 لاعب اللي هيبتدوا المباراه وما تتعبش في تنظيم. فهجيب اداه التايب تول وهدوس كليك وهنبتدي مثلا نكتب اسم اول لاعب مثلا كورتو.
بعد كده كل اللي عليك ان انت هتدوس على انتر من الكيبورد وتكتب مثلا اسم اللاعب الثاني. ملاحظين مثلا ان المسافه بين الكلام مش كبيره، مش واضحه. كل ده هننسقه وهنظبطه، هنظبط كل ده بكل سهوله. بعد كده هدوس انتر، مثلا اضيف اسم لاعب مثلا ثالث، مثلا هنكتب امبابي الثالث. هنشرح بس الجزء بتاع التنسيق. بعد كده كل اللي عليك ان انت هتدوس على كنترول A من الكيبورد وبتروح على الكاركتر وهتزود المسافات الموجوده بين السطور دي لحد ما تشوف ان المسافه بين اسماء اللاعبين بقت مظبوطه. بعد كده بنروح على الباراجراف عشان نخلي الكلام بتاعنا يبتدي من الشمال لليمين عشان احنا بنكتب انجلش. بعد كده بنرجع تاني نحط علامه الماوس جنب اخر حرف من اسم مبابي وبتدوس على انتر وتبتدي بقى تكتب بقيه اسماء اللاعبين. مثلا نكتب احمد، بعد كده انتر مثلا محمد. ده للشرح بس. فهتلاقي ان انت الاسم اللي انت بتضيفه بينزل بنفس المسافه وبنفس كل حاجه تحت الاسماء اللي انت كتبتها. فانا هكتب اسماء ال 11 لاعب بتوع ريال مدريد ونرجع لبعض تاني. كده بعد ما كتبنا اسماء اللاعبين ال 11 اللي هيبتدوا المباراه، جه الوقت ان احنا نكتب ارقام اللعيبه بقى دي. وبرضه هقول لك على تريكايه حلوه هتخليك ماشي محافظ على نفس التنسيق اللي انت ماشي عليه. كل اللي عليك ان انت هتوقف على اللير بتاع اسماء اللاعبين وهتدوس على الت من الكيبورد وتسحب بالماوس عشان تاخد نسخه، وتدوس على شيفت عشان تمشي على نفس المحاذاه وتاخد نسخه تانية من اسماء اللاعبين. بعد كده هنجيب اداه التايب تول ونحدد اسم مثلا كورتوا ونكتب الرقم بتاعه، اسينسيو ونكتب مثلا الرقم بتاعه، تشاوميني كذلك الحال نكتب مثلا الرقم بتاعه، وهكذا. ففي الحاله دي هتلاقي ان الارقام في نفس المحاذاه بتاعه اسماء اللاعبين. انا هضيف برضو ارقام اللاعبين وارجع لكم تاني. كده بعد ما ضفت ارقام اللاعبين، لو ملاحظين ان ارقام اللاعبين انا غيرت الالوان بتاعتها وخليتها للون ده. طيب انا حابب ان انا استخدم لون ثانوي مثلا او لون يديني كونتراست شويه ما بين ارقام اللاعبين واسماء اللاعبين، فانا اخترت اللون الثانوي اللي بيستخدمه ريال مدريد وهو درجه من درجات اللون الاورنج. بيستخدموه في التصميمات الاساسيه بتاعتهم كلون ثانوي في التصميمات بتاعتهم. فانا غيرت الوان الارقام بتاعت اللعيبه بس للون الاورنج. كده فاضل ان احنا نضيف اسماء اللاعبين الموجودين على دكه البدلاء. فهنروح على داتا تايب تول وهحدد برضو الكلمه دي كنترول A وهروح على الباراجراف عشان نخليها تبتدي من الشمال لليمين عشان احنا بنكتب كل حاجه انجلش. واسحب دي برضو عشان اراعي المحاذاه عندي في التصميم. لازم كل الكلام اللي عندي في التصميم يكون بيبتدي من نفس النقطه او يكون على نفس المحاذاه. طبعا برضو الاختصاره دي احنا عملناها باللون الاورنج عشان يبقى برضو في كونتراست بينها وبين اسماء اللاعبين الموجودين على دكه البدلاء. انا هكتب برضو اسماء اللاعبين الموجودين على دكه البدلاء وارجع لكم تاني. وكده بعد ما كتبت اسماء اللاعبين الموجودين على دكه البدلاء، كده نبص على التصميم بتاعنا بشكل عام. هتلاحظ ان انت خلاص عملت الباك جراوند بتاعتك وضفت لها الباترن، الالوان متماشيه مع الهويه البصريه لريال مدريد. فلو انت حابب تضيف حاجه اضافيه في التصميم بتاعك، تدي له حاجه جماليه او تضيف له جماليه، فما فيش اي مشاكل ان انت تضيفها في التصميم بتاعك. انا شايف ان التصميم ده المفروض ان هو يكون هادي، والطبيعي ان هو يكون هادي. البيانات الاساسيه والحاجات الاساسيه معاه في التصميم هي تكون واضحه، مش عايز يشتت المشاهد معايا ومش عايز يشتت الجمهور اللي هيشوف التصميم، لان كل الناس مستنيه ان هم يعرفوا اسماء ال 11 لاعب اللي يبتدوا المباراه. فممكن برضه ان انا اعمل شويه كونتراست واغير اللون ده لنفس درجه اللون اللي انا كتبت بيها الارقام بتاعت اللعيبه. برضه ممكن نديها حاجه جماليه ان احنا ممكن نسحب دي تحت حرف الجي. كده فاضل معانا ان انا اضيف اللوجوهات، لوجو ريال مدريد، لوجو الفريق المنافس. فهنجيب اللوجو ريال مدريد ونختار اي فريق منافس مش هتفرق معانا، نضيف اللوجو بتاعه برضو في التصميم بتاعنا. انا جبت اللوجو ريال مدريد ولوجو بلد الوليد كهو الفريق المنافس مثلا لريال مدريد في المباراة دي. فاضيف اللوجوين بتوع الاندية في الجزء اللي فاضي فوق يكون بشكل واضح ومتناسق مع البيانات اللي انت ضفتها في التصميم بتاعك. تبص على التصميم بتاعك تاني برضو بشكل عام، تتأكد ان المحاذاة بتاعتك مظبوطة، تتأكد ان انت ماشي على الهوية البصرية بتاعت النادي مظبوط، ان الخلفية بتاعتك مش مشتتة للعين،
ان اللاعب اللي انت ضفت صورته في التصميم بتاعك تفاصيله واضحه، الصوره هاي كواليتي، وان كل حاجه عندك في التصميم مظبوطه وتمام. عشان بعد كده نروح لاخر خطوه اللي هي هندوس من الكيبورد على كنترول الت شيفت اي عشان نخلي التصميم بتاعنا كله في لير واحد ونعمل له كونفيرت تو سمارت اوبجكت. انا في تاثير كده بحب اضيفه في التصميمات بتاعتي، فمن فلتر بروح على كاميرا رو فلتر. بعد ما تفتح معاك كاميرا رو فلتر بالشكل ده، انا بحب ان انا اضيف شويه جرين في التصميم بتاعي، فانا ممكن اضيف الجرين ده مثلا 6 أو 7 بيبقى حلو ومناسب، وادوس على اوكي. لحد كده احنا نكون خلصنا التصميم، نكون نجحنا ان احنا نعمل تصميم تشكيل المباراه او تصميم سوشيال ميديا الفريق الرياضي بطريقه احترافيه، لان التصميم بتاعك مؤدي الغرض منه، التصميم بتاعك منظم ومنسق، وانت ماشي على قواعد التصميم الاكاديميه، مراعي المحاذاه عندك في التصميم، مراعي الالوان اللي انت مختارها عندك في التصميم، التصميم بتاعك فيه سيمتريه، فانت كده عملت تصميم رياضي ناجح. بعد كده فاضل ان احنا نسيف او نصدر الشغل بتاعنا بهاي كواليتي. ازاي تسيف التصميم بتاعك او تحفظه بجوده عاليه؟ فانا بنروح من قائمه فايل، نروح على اكسبورت وسيف فور ويب، تختار من هنا البريسيت بتاعك انه يكون بي ان جي 24، وهنا مقاس التصميم بتاعك 1080 في 1350، وبتعمل سيف للتصميم بتاعك، وبتختار المكان اللي انت هتحفظ فيه التصميم بتاعك في اي مكان على الجهاز بتاعك. لحد هنا نكون خلصنا. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الدروس الجديده اللي هتنزل على القناه هنا، وما تنساش ان انت تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.